راني في طنجة. في طنجة ما شاء الله، يعني بلاد ما شاء الله. سي مانيفيك سي مانيفيك، فوالا شمال افريقيا. كل ما في طنجة جميل سبحان الله. يعني حتى أهلها كذا لهم خصوصية عجيبة، والبلد جميلة 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 للغاية. فعلا زي ما بقولوا تلقب بعروسة الشمال، عن جد والله ما شاء الله الفيديو من بدايته كتير حلو. ومريت على طنجة ولقيت تغير هائل. ما عندهمش بترول، ما عندهمش بترول، راهم خير منا. وللإنصاف لقيت هناك تقدم هائل مقارنة مع 91 اللي شفته بعيني في 91 وفي 2015. الأمور طيبة، الأمور طيبة، الأمور طيبة، البلاد جميلة، بلاد إمكانياتها هائلة هائلة بكل ما تحويه الكلمة من معنى. والله شيء ما كنت أتوقعه أبدا أن أراه في المغرب. تقدرش تقارن طنجة بالجزائر العاصمة، حنيفتنا في كلش. هذه حقيقة. فعلا ما شاء الله زي ما بقولوا تلقب بأسبانيا المغرب، والكورنيش كتير واسع وشوارعها نظيفة. يجب ما تكذبوش على الناس. الأوضاع في الجزائر تهاوت بشكل غير مسبوق. الأوضاع كارثية. لكن هم الحق منظمين أكثر، وعندهم كذلك المخزن، وعندهم الدولة، وعندهم كذلك ملك، وعندهم تجربة ديمقراطية هم عايشينها على طريقتهم هم ونتاع ملكية دستورية. الله، طنجة السحر المغربي. تشوفوا في 2007 وقت اللي عملوا الميناء نتاع طنجة اللي هو اليوم يجي تقريبا 13 ولا 14 عالميا، تقارنوا بكبرى الموانئ في العالم. الميناء هذا تدخل له تقريبا 20 مليون كونتينر في العام، يعني ميران رادس يجي شط صغير قدامه. المغرب راه يصنع مليون سيارة في السنة بنسبة تصنيع محلي 65%. مليون سيارة في طنجة يبيعوها الخارج، ماشي كما 25 ألف سيارة اللي خدموها في وهران. المغرب صنع 3 مليون سيارة، 3 ملايين سيارة منذ 2012. احنايا من عام تقيوس لليوم صنعنا 67 ألف سيارة بنسبة تصنيع محلي 2%. لكن موضوع صناعة السيارات افتكرت المغرب، بكلم مع زمايلي في الإعداد إنه المغرب نجحت المملكة المغربية الشقيقة إن هي تصنع سيارة داخل المغرب، وعملوا احتفالية بالسيارة رقم كام؟ يعني عملوا حفلة. فاكرين احنا عملنا احتفالية بإيه؟ بالطفل رقم 100 مليون أو الطفلة 100 مليون، فاكرين؟ يعني احنا وصلنا انتاجنا الانتاج المصري بسم الله ما شاء الله، يعني خصوبة عالية بقى وشغل بقى وغيره 100 مليون. عملنا احتفالية بالبنت او الولد اللي رقم 100 مليون بالظبط. المغرب عملوا احتفالية بالسيارة رقم مليون. لا، الحقيقة أن في المغرب اليوم إذا قارناه ب 25 سنة أو 30 سنة، وهذه اللي عشته أنا بذاتي، في فرق كبير. شوفي أنا انبسطت للأمانة، انبسطت والله كتير. ما شاء الله. طنجة رائعة جدا جدا جدا، انبسطت عليها كتير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله الله كريم ربنا. شوفي الأطفال بيلعبوا قاعدين هتربلين وشغلة مراجيح، ما أحلاها. يا الله، أنا الأمانة انبسطت كتير. نظافة الشارع، نظافة الشارع والتنظيم. المغاربة ما عندهمش لا بترول لا غاز، حاجة بسيطة جدا، يعني يستوردوا البترول والغاز. هذه حقائق. خلونا من الذباب سواء مغربي أو جزائري والنفخ وتقديس الحكام، وهذا كله ما ينفعش، الناس تعرف الحقائق. لكن مقارنة هم يتقدمون والجزائر تتأخر بشكل مؤلم فظيع. شوف الجمال. طب والله يا جماعة انت عارف، يعني لو جبت انا الصورة دي وخدتها صورة
ومثلا جينا مثلا لأي حد وقلنا له فين المكان ده فين، قول أي مدينة من دماغك، أقسم بالله 90% هيتوقع إن المدينة دي في دولة أوروبية من دماغه كده، في أمريكا. الناس كده أصلا دماغها أوروبا واو، أمريكا واو. وعندي قصص نجاح أخرى، في قصة نجاح مش عايز أقول بقى في دول أوروبية ولا لا 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 خالص، لا بقول في المغرب. في المغرب عندهم طنجماد اللي انا كنت موجود وقت اللي حطوا حجر الاساس في فيفري 2003. اليوم تمشي لطنجماد عالم رهيب معناها، وهذا منصة تقريبا لاستقبال وتوزيع معناها البضائع واستقبال كبرى السفن من كل أنحاء العالم. الشمال الكل نتاع المغرب جبدوا هالبورت هذا. طنجة يعني ما عادش تعقلها. علاش؟ على خاطر ثمك الإرادة السياسية. والله الفنادق والحاجات دي يا جماعة عالية جدا يعني ما شاء الله، لو تنظيم وتناسق منظر زي ده يا عم ده أمريكا يا عم ده أوروبا، فاهم أنت؟ لكن زي ما انتم شايفين دي مدينة طنجة المغربية وده كورنيش في مدينة طنجة. شايف إن المباني والأشجار والنظافة بتاعة الشوارع جاية مع بعضها، في تنظيم منظمة، فاهم؟ تنظيف حتى في الألوان ذات نفسها منظمة. ولما تجي تقارن توجد يعني المغرب فايتنا في كل شيء. تكذبش علينا، المغرب داير تي جي في بيانتو راح يبدا يقلع، احنا ما زلنا في قطار عنده سكة واحدة. وصلنا ولله الحمد إلى طنجة، هذا هو قطارنا، هذا القطار السريع. يا سلام، شكله مسوي يعني صاروخ، صراحة صاروخ. الإمبراطورية المغربية ما كذبش لطفي غارسكي قال الإمبراطورية. أنا أول ما شفت المطارات وشفت البنية التحتية وشفت التونيل وشفت كل شيء قلت إنها إمبراطورية. هذا هو، هذه هي الدول المتقدمة، هذه هي الدول المتقدمة، لذلك أطلقت عليها اسم الإمبراطورية المغربية. ما تجوش تهفونا، ما تجوش تكذبوا علينا، احنا ما ندافعوش عن المغرب كما كان الصحافة المبطحة وتقولوا لي علاش سميتها إمبراطورية. شوفوا النظافة، شوفوا الناس اللي تفكر في بلادها، مش كيف عندنا احنا السراق في تونس ولا السراق ديال الجزائر. ها شفتوا وين ماشية الفلوس ديال الأداءات، شفتوا؟ والقوانين هنا تطبق على الناس كل. يا جماعة احنا في مصر بنعاني من جهل شديد لما آلت إليه بلادنا مقارنة بمن حولنا من الدول الأخرى، وهذا ما اكتشفته خلال زيارتي الحالية لدولة المغرب الشقيقة. بس فعلا ما شاء الله، يعني حتى ما شاء الله هيك تحسي بالراحة والهدوء، طلع هنا في زي فلل، والمنطقة راقية جدا، نظيفة. أيوة، ما فيها مرتبة ونظيفة، والبيوت حديثة. أيوة، هو الشجر مرتبينه بالسنتي يعني. لا يعني هم حكوا لما يعني نظام أوروبي تقريبا. نظام يعني أوروبي وهيك، ففعلا جميلة جدا. تقدم مبهر في مدينة مغربية اسمها طنجة، وهي مدينة من أروع المدن في المغرب. عندك مثلا المدينة دي هي المدينة يا جماعة اللي بتطل على البحر والمحيط، مدينة هي أقرب نقطة لأسبانيا. هذا مكان واسع، لو هذا مكان جنب شوفي يعني مية، بعدين اللي هو الرمل، بعدين البلاط زي البنكيت الواسع، بعدين أسفلت الطريق حلو جدا، مساحة يعني مساحة كبيرة هذه للسكان. في شيء عالي كله نفس الاشي، مش حدا بيسبح يا ريماس. شوف هذا كمان مية كيف في زي طريق رايح للمية، شكله في برك ولا حاجة معينة. هذا محيط والله كيف مرتبة ترتيب رائع جدا. بابا هذا محيط ولا بحر؟ مش عارف والله هذا المحيط ولا البحر، مش عارف. عند أصدقائنا يكتبوا لنا تحت في التعليقات، لأنه إحنا هي برك قرأنا إنه بتطل على البحر وعلى المحيط. ما راناش بالماريكان ولا تقولوا هذا راه يشكل علينا، راه يورنا ماريكان ولا سنغافور ولا ماليزيا، رانا عند جواريدنا، ماشي بعاد على بالكم. قبضوا الطياره
وتجوا لي هنا ماشي بعيد الجي كازا اون بليس كاين عندهم تي جي في. بس فعلا جميله جدا، انا تفاجأت يعني لما لا مرتبه. نظافة شوارع، نظافة مباني، طبيعة، كل ده تم جمعهم في مدينة واحدة وهي مدينة طنجة. هنا يا جماعة بيورينا تاني المباني. انت بص مدينة طنجة دي انت هتشوف مباني شاهقة، هتشوف أبراج، هتشوف عمائر عالية، هتشوف حاجات كتير من اللي انت ممكن تحبها لو انت بتحب جو الأبراج والتقدم. احنا ما كان لا بترول لا غاز ولا كاين الفوسفات هذه صح، بس حنايا خدموا وكاين 800 شركه هنايا في هذه المنطقه هذه. دونك 800 انتربريز ولو شيفر دافير 6 ملاير ونص دولار. راكم تسمعوا 6 ملاير ونص دولار، 6 مليار و دمي دولار. وانا شايفه عن جد تصاميم المباني رائعه جدا، موفره هالمساحات زي الحشيش. في كثير شبابيك. جد المغرب من اهم المدن السياحيه بالنسبه لي، لانه بتقدري تحسي انها بتقدري سياحه زي ما احنا حكينا، تحسي حالك في دوله عربيه وفي نفس الوقت وقفت عند في دوله اوروبيه نفس الوقت. ايوه طابع اوروبي، طابع حلو. شفتوا المقطع وشفتوا قد ايه مدينة طنجة مدينة عالمية. هي من المدن الشهيرة في المغرب، من المدن اللي يضرب بها المثل في النظافة وفي جمالها. هنايا في طنجة برك مدينة صغيرة بورتون، ماشي كيما دار البيضاء كازابلانكا ولا رباط. هذه اسمها طنجة، يعني اون فو دير سي لا 5e فيل دو ماروك ا بو بري. يعني خطوات عملاقه قاعد تعمل فيها المغرب. المغرب اختار الانخراط في الاصلاح مع الحفاظ على الاستقرار. شو بديتوا؟ ما عندناش حتى ملعب باش نلعبوا فيه تاع كرة قدم، تجي تقول انت تهضر عن المغرب؟ كلامش. المغرب حاط الملف تاعو باش ينظم كأس العالم، باش يتنافس مع المكسيك ومع كندا مع الدول الكبرى. ما عندناش ملعب كرة قدم واحد. الفرق الجزائرية باش تحضر المواسم الرياضية تاعها تمشي للمغرب. لا 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 لا، أنا أنصح نصيحة أخوية، والله أنصح نصيحة أخوية. أي إنسان في قلبه مرض على المغرب يخرج 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 من اللايف، والله ما يجي النوم. قسما بالله بيرتفع له ضغط الدم إلى القلب. أي واحد في قلبه مرض على المغرب وكان يقول عنها وعنها وأنها وما جدتي، يخرج 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 من اللايف، لأنه بينتحر. سيموت سيموت سيموت. بغض النظر أنا لا أسمي أحد، لا أسمي أحد، أقول من في قلبه مرض وحقد على هذا البلد المسالم الجميل المتناقم المغرب فليخرج من البث. نصيحة لوجه الله حتى لا أرتكب فيه جريمة ويذهب يبحث عن صيدلية لحبوب الضغط. اسمع هذوما، شوف أنا كنت في المغرب قبل ما نجي هوني، يعني حلوا البلاد يعني دي مانيير بوزيتيف، مانيش نقول يعني ولات لكن حلوا البلاد وقاعدين يحاولوا يجذبوا اكثر ما يمكن من المستثمرين، ويربحوا اكثر ما يمكن من الاسواق. بالطبع. طنجة عروس الشمال عن جد، يعني عروس. شوف المساحة حلوة، مساحة هنا طويلة كبيرة تحت أنا مش شايف فيها جمال كتير. شوفوا الترتيب، شيء راقي نظيف، في ربع والله ما تحصلون هذا الشيء. هذه محطة قطار، شوفوا محطة قطار واضح. المحطة أكبر من مطار تونس قرطاج ومن مطار شو اسمها يعني خيمة المرادية. المحطات هني تفهم لها وأحسن ومنظمة ومرتبة، أقسم بالله أكثر من أوروبا. عندهم دولة عندها تي جي في، اسمها محطة التي جي في، ماكدونالد، ناس شيخين، نظافة. احنا في تونس عندنا شو يسموا فيه شارع الحبيب بورقيبة، تخرج تبراكوك في شو يسموا فيها في بجلبة ثم في البلفيداري تبراكوك. اشبح لا تي جي في والله قار تي جي في اشبح يا عالم، وتقول لنا عندنا طبيب وعندنا مهندس وزارة، يعني دين والديكم. فعلا يعني عشان هيك هي من اهم المدن السياحيه، لانك بتروحي هناك. احنا بس يعني نفسنا نزورها لانه احنا عن طريق بس لما شفنا جميله، ما بالك رايقه. الشناوة اللي حنايا جايبين عاطينهم يبنيوا الشيراتون وبنين مسجد الكبير وبني كذا،
كي جاي يبنيو الصح الرسمي راح يبنيو طنجة تاك مدينة تكنولوجية في طنجة. مدينة تكنولوجية في طنجة ما عندناش احنا. يا ولادي راهي الامبراطوريه هرب عليكم مش 100 سنه 1000 سنه ضوئيه. الناس تخدم في الدول وانتم بتخدموا في بدنكم يا بني كلب. الله انقهرت مسعبه هيك المغرب. انا مسعبه هيك المغرب يا رفائيل وخي ما على باليش بيهم يا عندين والديهم. انا حرقها تصويره الزين وبزيد نحرق تونس اني تو. تبعثوا كم في الارهاب والمشاكل العقيوديه. بالذي لا اله الا هو رفائيل اخي 100 متر ونتخاطر انا وياك عن 100 متر وتروتوار لا نكسبوها في تونس. ده فين؟ ده في المغرب يا جماعه. ده في المغرب الشرقي. عشان يربط المغرب في غرب افريقيا بجنوب افريقيا برضه. يحدثنا عن الاجواء المغربيه، عن مدينه طنجه، عن التطور الرهيب في هذه المدينه من ناحيه البنيه التحتيه، وهذا الملعب ملعب طنجه الكبير الذي حقه ملعب بمقاييس عالميه، تحفه فنيه كرويه، يمكن القول صراحه من بين افضل ملاعب في افريقيا هذه الحقله. لكن هما توا قاعدين يقوموا بخطوات عملاقه الى الامام، واحنا للاسف قاعدين نقوموا بخطوات عملاقه الى الوراء. ما شاء الله ما شاء الله. دونك واحد البور هو الكبير كاع في افريقيا. راهنا في طنجي، واحد لازون يسموها طنجي ميد. مستوى المعيشة تدخل وتمشي في المغرب تشوف الخيرات الجزائريين كانوا لهي يعني حكيت معاهم وطولنا. المغرب راهو يستقبل 12 مليون سايح في السنة. حنايا المهاجرين لما يروحوا تحسبوهم سواح 1.5 مليون، ما يجوش كلهم 1.5 مليون. واش شيئا فشيئا بيدخلنا يا جماعة على البيوت والعمائر والفنادق وأكيد الأبراج. شيئا فشيئا بيدخلنا هنا. طبعا زي ما انتم شايفينه من فوق الأماكن دي جميلة جدا. كان جميل شكله شارع فخم. لا ده يا جماعة بيوت بروفيشنال، في يعني مواصفات عالية، في أماكن ترفيهية في البيوت ذات نفسها. فده شارع بروفيشنال، شارع عالي. طيب بندخل هنا على النظافة، وعامة النظافة دي شيء مهم لأي مدينة. نظافة الشارع. هي العشب بين الطريق حلو جدا. هذا اللي بيقولوا عنه الرصيف للأمانة رائع جدا. شوف زي الإنجيل هذا جدا حلو كتير. شوفي كيف المباني من فوق معها. شوف حلو كتير كتير. الألوان نفسها يا لونها قد كرميدي يا على أحمر هيك حمار يعني عتوتي بيقولوا عنه. الأمور طيبة الأمور طيبة الأمور طيبة. البلاد جميلة، بلاد إمكانياتها هائلة في كل ما تحويه الكلمة من معنى. والله شيء ما كنت أتوقعه أبدا أن أراه في المغرب. شفت المقطع وشفتوا قد إيه مدينة طنجة مدينة عالمية. تحصلونهم يمين ويسار. هي شوفوا المكان كيف مرتب، الإضاءة، واللي دخل محطات القطار يعرف أنا أتكلم عن شو. شوفوا الترتيب، شيء راقي نظيف. في ربع والله ما تحصلون هذا الشيء. وعندي قصص نجاح اخرى. في قصه نجاح مش عايز اقول بقى في دول اوروبيه ولا لا خالص. لا بقول في المغرب. اكبر ملعب في افريقيا ماهوش في تونس، في المغرب. ناصر والله يا رفيق انا شيء مش يوجع القلب، لكن حاجه يلزمنا نقروا بها اليوم. المغرب اللي قاعده تحب تنظم كاس العالم زاد 2030 هي والبرتغال واسبانيا معناتها قاعده تحضر بصفه رسميه. والبارح زاد ما نعرفش لك تشتري حاضر ولا. السلطه المغربيه قررت باش تعمل ملعب ب 92,000 متفرج باش يكون اكبر ملعب في افريقيا. اليوم حبيت نحكي على الشيء هذا اللي تشوف الناس كيفاش قاعده تخطط وتبرمج وتشوف كيفاش الرياضه تكبر، وبعد يقول لك كيفاش احنا ما نوصلوش كيما المغرب.